في ناس أول ما بنشوفهم بنحبهم قوي، أول ما بيعرفوا الحتة السليمة بينشنوا عليها ويكسروا. ودي ياما دقت على الراس طبول، بس الطبول خلاص انتهت وهتتكسر. ودي الدكاترة عرفت تزرع في الإنسان حاجات كتير، بس مش عرفت تصلح المكسور فيهم والحدق يفهم. ودي عاوزة أقولك أنت ما كسرتنيش، أنت كسرت نفسك، ولما جيت تشتغلني اشتغلت روحك، عشان إحنا أبو المفهومية. ودي حظي كده وعارفاه، على رأي المثل جت الحزينة تفرح ما لقيت لهاش مطرح، وانا وبختي. ودي يلا حبيبي قولي انا متأسف، بدل ما ادنك واقف في وشي كده قولي بقى انا متأسف، والله خلاص جت عليا. انت كل واحدة تقول لها متأسف متأسف متأسف، ولا انا مش زيهم؟ انا اولى يا حبيبي، صح؟ ودي بتقول يا رب عيالي، الله لا يسيئك، ما تيجي تربي معايا، ولا داير بس على حل شعرك؟ ودي انت مفيش حاجة عجباك في تصرفاتي؟ على رأي المثل بره جوه فرشتلك وانت مايل ايه يعدلك، وهتكلم براحتي. ودي بدل ما تبص لبنات الناس روح بص لأهل بيتك، تكسب وتاخد سوية. ودي بتقول عليا قرد دلوقتي، مش كنت غزال؟ على رأي المثل القرد في عين أمه غزال. ودي انت بتتصل عليا ليه؟ هو انت تعرفني؟ اعرفك؟ اعرف عنك اي حاجة؟ يا شيخ بطل التلاكيك دي، تعالى وجيب من الاخر وبلاش اشتغالات يعني عليا. ودي حبيته وقلت هيحبني، قام سابني في الاخر. على رأي المثل تيجي يصيده يصيدك. ودي الناس صحابات المصلحة، انتوا راجعين تاني ليه؟ يا ريت ما تفكروش فينا تاني، احنا اتعلمنا الدرس كويس، كفاية بقى، انتوا كفاية منكم كده الغدر وطبعكم اللي علمنا ان احنا نعتمد على نفسنا ونقف على رجلنا. ودي أشكركم على حسن استماعكم، ولكم مني وافر الاحترام، وأهلا بكم في قناة الملكة سوسن النجار. الرجاء الاشتراك وتفعيل جرس القناة، وأتمنى من كل المشاهدين شاهدوا الفيديوهات مع مشاركة الأصدقاء، وأتمنى يوصل أكبر عدد من الأصدقاء. لكم مني كل التحية والتقدير. كانت معكم الشاعرة والأديبة سوسن النجار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.